أنا بدي إياك تكون أحسن حدا بالدنيا. أنت لازم ما يكون في مثلك حدا. شوف ابن الجيران كيف شاطر بالمدرسة، شوف ابن عمك كيف عم يسمع كلمة أمه، شفت كيف هداك الولد تعامل بهداك الموقف. بتخلوا الأطفال عايشة دائماً بحالة من التوتر وعدم القناعة والشعور بقلة الحيلة والضعف والتردد. يعني نحن بهي الطريقة عم بندمر زرعة قبل ما تبلش تنمو. شو الحل؟ يا جماعة المقارنة من أصعب الأشياء اللي بتأثر على الطفل وهو صغير وبتهدمه بدل ما تبنيه لحد ما يكبر. يعني هو بيكون طفل بيضل عم تهدم فيه، بيوصل إنه هو يصير كبير زيرو ثقة بالنفس، زيرو إنه هو يعرف يتعامل، زيرو سوشيال سكيلز. بنكون قتلنا فيه كل شيء بحقيقة. أنا عارفة إنه هذا الكلام صعب، كتير منا تعرض له في أيام زمان بسبب إنه الكالتشر اللي كانت موجودة، الثقافة بوقتها. بالنسبة للكلام الناس اللي حوالينا، الأم بتكون لسه عندها أول طفل، فبتكون عايشة بصراع ما بين إنه كيف ترضي أهلها، أهل الزوج، أصحابها، وبيطلع كل هاي المشاكل في الطفل يلي إجا على هاي الدنيا. شو الحلول؟ الحل إنه إحنا أول شيء لازم نفكر فيه إنه هذا الطفل يجينا سليم معافى. هي أعظم نعمة في الدنيا، نشكر ربنا عليها لحد آخر يوم في عمرنا. فمن هون لازم نعرف إنه ربنا لما أعطانا هذا الطفل اللي هو هدية لنا، أعطانا إياه مميز. هو ما أعطانا إياه مثل ابن خالته ولا ابن عمته ولا حتى ابن الجيران، هو أعطانا إياه بصفاته المميزة، بشكله المميز، حتى بالأشياء اللي هي جيناتكس هي مميزة. هون نحن لازم نعرف إنه كل طفل بحد ذاته مختلف عن الآخر. من هون لازم نطمن ونهدى إنه مش لازم ابني يكون مثل اللي حواليه. ممكن يكون ابني مختلف بإنه هو أحسن منهم، ممكن يكونوا هن مختلفين عن ابني أو بنتي إنهم أحسن منه. هذا مش معناها إني أنا أحط الطفل هذا تحت ضغط نفسي، لأني أنا نفسي أشوفه بعيوني اللي حوالي مش بعيوني. لازم أفهم ابني إني أنا بحبه رغم أي شيء. بحبه وهو شاطر بالماث، بحبه وهو شاطر بالإنجليش، وبحبه وهو مش شاطر في الكيمستري أو بالبيولوجي أو أي مادة ثانية. فحبي له زي ما حكينا بالحلقة اللي قبلها حب غير مشروط. بحبك بكل إشي فيك. لما نوصل هاي المعلومة للطفل بنزرع فيه ثقة، نزرع فيه أمان، نزرع فيه انتماء، نزرع فيه إنه هو يحاول يكتسب مهارات جديدة ويتعلم ويعيش حياة سليمة في بيئة سليمة، ويقدر لما يكبر يتعامل مع مجتمع بنفس سوية، ويعرف يختار شريك حياة سوي، ويقدروا يعيشوا وينجبوا أطفال أسوياء للمجتمع. خليكم معنا دائما خطوة بخطوة لنقدر نحافظ على النعمة اللي رب العالمين أنعمها علينا، اللي هي أغلى نعمة في الوجود، أولادنا.